ابراهيم دياز كيقدم مستويات جد رائعه في المباريات الاخيره، وكيأكد لي انشيلوتي على انه كيستحق الاساسيه في الفريق. شمس الدين الطالبي الموهبه اللي غتزيد تصعب على الركراكي لاختيار اللائحه النهائيه وينافس بقوه على الرسميه في الجناح الايمن، خصوصا في ظل اصابه الياس اخوماش وشكوك حول غياب حكيم زياش. يعني نقدروا نشوفوا الطالبي متواجد مع المنتخب الوطني في شهر مارس، واكيد كيستاهل التواجد. المهم في الفيديو غادي نشوفوا شكون الاقرب الاساسيه في منظومه وليد في الجناح الايمن، ولكن قبل نخلي معاك واحد لايك وتابونا في القناه. نبداو بابراهيم دياز النجم الاول للمنتخب الوطني. ابراهيم حاليا كيعيش واحده من افضل فتراته الكرويه، لانه استغل غياب بيلينغهام في الفتره الاخيره وقدم مستويات جد كبيره تبارك الله. في اخر جوج مباريات في الدوري الاسباني شارك فيهم كاساسي وكما العاده قدم اداء جد رائع، خصوصا ضد ريال بيتيز فيه سجل هدف وتحصل على تلقيط 7.5، وفي الماتش اللي موراه ضد اتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا دخل كاساسي وكيزيد ياكد الامكانيات ديالو الكبيره، قدم ماتش خيالي ضد فريق صعب كاتليتيكو، سجل هدف اقل ما يقال عنه انه جد رائع بطريقه ميسي ومارادونا. ولكن للاسف المسؤولين ما عطاوش جائزه رجل المقابله وخذها البرازيلي رودريغو، لكن صراحه كيستحقها المغربي ابراهيم دياز لانه قام بمجهود كبير في المباراه وسجل هدف حاسم وساعد الفريق هجوميا ودفاعيا. بخلاصه دار كل شيء في هذا الماتش، واغلب المواقع المختصه والاحصائيات عطات لابراهيم اعلى تنقيط. ابراهيم ما شاء الله مستوى ثابت في كل ماتش، سواء لعب اساسي ولا احتياطي. بغض النظر على المساهمات ديالو في هذا الموسم، فمستواه كيخليه يكون النجم الاول في اي فرقه يلعب فيها، كيلعب تحت الضغط بدون اخطاء وفي المساحات الضيقه كذلك. وبالمناسبه فاز بجائزه افضل لاعب في شهر فبراير من وسط بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس ولوكا مودريتش. صراحه الربح كبير بزاف للمنتخب. دابا ندوزو لحكيم زياش اللي لعب النصف الاول من هذا الموسم مع غالاتا سراي والنصف الثاني مع نادي التحيل القطري. المهم في تركيا تم تهميشه بشكل كبير، وكان دائما كيتواجد على دكه البدلاء، وبعض المرات ما كيتمش الاستدعاء ديالو للمباريات، وهذا الشيء ما كانش مفهوم. وحكيم بطبيعه الحال ما غاديش يرضي بهذه الوضعيه، وكانوا عنده اهتمامات عديده منهم برايتون ونادي ريل الفرنسي وبرينتفورد، لكن هذا كيبقى مجرد اهتمام وما قدموا حتى شي عرض رسمي. حتى دخل نادي التحيل القطري على الخط وقدروا يقدموا عرض رسمي، وحاليا لعب مع الفريق 4 مباريات. صراحه الوضعيه ديال حكيم زياش مع المنتخب زادت صعبت، وكاينه منافسه كبيره في هذا المركز الجناح الايمن. وبعد اختيار الموهبه شمس الدين الطالبي المغرب، الركراكي تحط في موقف صعب، خاص على انه ينادي على اللاعب اللي واجد بدنيا ويحيد العاطفه. والبارح خرجت اخبار باللي حكيم زياش اعتزل دوليا بسبب خلاف مع الطاقم الفني. برايي اذا كان الخبر صحيح فراه قرار في محله، حيث حاليا بدون حكيم كيكون المنتخب مزيان. وحتى نتوما خليو الراي ديالكم في التعاليق. شمس الدين الطالبي اللاعب اللي كيقدم مستويات كبيره في دوري ابطال اوروبا ضد خصوم كبار. شمس الدين مع كلوب بروج في هذا الموسم لعب 20 مباراه في الدوري البلجيكي، سجل فيهم 5 اهداف وقدم 2 تمريرات حاسمه. واما في اقوى منافسه تشامبيونز ليغ لعب 10 مباريات وقدر يسجل 2 اهداف وقدم تمريره حاسمه. تالق في مباراه الملحق ضد اتلانتا ذهابا وايابا. في الذهاب قدم مستوى كبير، عطى اسيست وفاز برجل المقابله، وفي الاياب خلال نصف ساعه فقط قدر يسجل هدفين وخلى الفريق ديالو البلجيكي يتاهل الى الدور 16 ويواجه استون فيلا، وكذلك فاز برجل المقابله، واصبح رابع اصغر لاعب يسجل ثنائيه في مباراه خروج المغلوب من دوري ابطال اوروبا. جناح سريع وفعال، واكيد غادي يزيد يطلع المساهمات ديالو، ومهاري ايضا بامتياز وكيعطي عرضيات متقنه، وكما انه كيلعب للمنظومه وماشي لراسو. لاعب كينتظروا مستقبل كبير حيت عنده طريقه لعب خاصه به، وماشي بعيد يكون هذا اخر موسم ليه في بلجيكا. صراحه جناح ايمن رائع غيعطي اضافه كبيره للمنتخب الوطني، وحاليا يكون هو بديل الاول لابراهيم دياز بحكم ان الياس اخوماش مصاب وغاب على الملاعب لمده طويله. شمس الدين الطالبي اختار المغرب منذ مده وغير الجنسيه الرياضيه ديالو هذه 6 اشهر، وكان متاح لوليد الركراكي قانونيا. المهم شمس الدين الطالبي مغربي وممكن جدا يكون حاضر في المعسكر لشهر مارس، وكان صرح اللاعب بالصحافه البلجيكيه من بعد مباراه اتلانتا، حيث قال باقي ما اختاريتش شكون غنمثل، وتواصل مع الجامعه المغربيه والاتحاد البلجيكي وقريب غادي يعلن على الاختيار النهائي.
الثنائي. واكيد 100% شمس الدين اختار المنتخب المغربي، اولا لانه متعلق بالاصول ديال الوالد ديالو المغربيه وكيزور المغرب بزاف. ما نساوش بانه تابع الحساب ديال المنتخب على الانستغرام والموقع الشهير سوفا سكور، غير الجنسيه ديالو الى المغربيه، صراحه اضافه كبيره للمنتخب المغربي. دابا ندوز عند اخر لاعب كيلعب في هذا المركز، هو زكريا ابو خلال اللي رجع للمنتخب وكان حاضر في اخر توقف دولي. زكريا متالق هذا الموسم وواصل لهذه اللحظه لتسعد المساهمات في الدوري الفرنسي، منها 7 اهداف وجوج اسيستات من اصل 23 مباراه. ابو خلال من اكثر الاجنحه اللي في الفورمه في الاونه الاخيره، وزيد على ذلك تقدر توظفوا في العديد من مراكز الهجوم. انتم شنو كيبان لكم؟ يستحق الاساسيه في الجناح الايمن من خلال هذه الاحصائيات والمستوى اللي شفناه على كل لاعب. اكيد ابراهيم كيستحق الاساسيه، لكن في ظل تالق شمس الدين الطالبي ممكن ابراهيم يتحول كصانع العاب كما شفناه مع ريال مدريد في الاونه الاخيره ويخلي بلاصتو لشمس الدين. حتى انا غنكون وصلنا لنهايه الحلقه، نتلاقاو في فيديو جاي وتهلاو.